السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. طبعا العالم دلوقتي بيكتم أنفاسه، كله منتظر رد فعل روسيا طبعا على أوكرانيا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الحليف الأوروبي، المجلس الأوروبي، كم دولة في الاتحاد الأوروبي. طبعا احنا سمعنا امبارح كلنا ان اوكرانيا، امريكا طبعا مش اوكرانيا، هي مجرد اداه، يعني امريكا بتستغل اوكرانيا اداه لضرب روسيا، للدب الروسي طبعا، عشان عارفين هي قوه عظمى وتعتبر اكبر دوله لانتاج الاسلحه النوويه طبعا. يعني هي تعتبر هي امريكا رقم 1 وامريكا رقم 2، يعني اقل منها بحاجه بسيطه يعني في الرؤوس النوويه. طبعا بوتين لغايه دلوقتي ماسك اعصابه ورد طبعا كان لابد منه، طبعا اي حد مكانه كان هيرد رد، ده هو بيدي درس لكييف او اوكرانيا، بيدوم درس ان انا موجود، يعني ما تفكروش تعملوا اي حاجه، امسحكم من على الارض. هو طبعا ما قدرش يخطي خطوه الضرب النووي ده، لان طبعا دي اباده للكره الارضيه كلها، وهو اول مبادين، يعني مش الموضوع مش سهل زي ما احنا متخيلين، يعني مش ههدد وهضرب فعلا. دي من علامات القيامه، يعني يوم ما الارض هتباد ربنا سبحانه وتعالى طبعا هيبيد الارض، ده هتكون من علاماتها حته الحرب العالميه الثالثه دي بوادر، بس يعني هو لغايه دلوقتي ماسك نفسه. لكن هل نضمن في الايام الجايه ان هيقدر يتحكم في اعصابه؟ انا ما اضمنهاش بصراحه. يعني الراجل لغايه دلوقتي يعني بعد الصواريخ اللي هي ماشيه، مش ما فيهاش رؤوس نوويه، بس هي قابله لتحميل الرؤوس النوويه طبعا، بيقول لهم انا موجوده، هم ما تفكروش تعملوا اي حاجه يعني. طبعا بيحاول طبعا امريكا بتحاول هي والاتحاد الاوروبي يعملوا حلف ضد روسيا، مع ان روسيا دوله قويه، بس هتحاول طبعا تستقطب من الشرق الدول العربيه. مش طبعا الدول العربيه طبعا لا تملك رؤوس نوويه ولا السلاح النووي طبعا، بس ليها بعض المقومات اللي ممكن يستخدمها الروس في ان هم يكون حليف لهم في الشرق الاوسط. يعني مثلا دول البترول طبعا ممكن تضغط على امريكا وعلى الاتحاد الاوروبي طبعا عدم التصدير لهم. ومصلحه العرب طبعا، لمصلحه العرب ان هم يكونوا في صف روسيا، لمصلحه العرب ان هم يكونوا في صف روسيا، في حين اللي الحرب بتدار او يخطط ليها الحرب العالميه الثالثه، في حين العرب في جهه ثانيه خالص، في ناحيه ثانيه. اللي الحرب بيساعدوا اسرائيل، رغم ان قلنا ان ضربت روسيا في العمق الروسي، ضربتها باسلحه وبصواريخ، بعض الصواريخ، واسرائيل ضربت القواعد العسكريه لروسيا في سوريا. طبعا المفروض كان يرد، طبعا هو لو هيرد روسيا، لو هترد، بس هي عارفه ان امريكا سانده اسرائيل، بس للاسف الدول العربيه رغم ان هي المفروض زي ما قلنا كده، ومعظم الدول يعني في كوريا الشماليه، وفي الصين عمل تحالف برضو مع روسيا طبعا، كل ده لمصلحتهم. الدول العربيه زي ما قلنا هو هيحاول يستقطب ليه الدول العربيه، نلاقيها فتح مجال الجو لاسرائيل، وفتح القواعد، عامله قواعد عسكريه لامريكا والاسرائيل عندها، اذا كانت في الاردن او مصر او دول عربيه كتيره. يعني احنا في حال والدنيا في حال تاني خالص، يعني احنا في منطقه والعالم كله في منطقه تانيه خالص. ومصر بالذات طبعا احنا ادينا شايفين اللي حاصل في مصر والمهازل اللي حاصله في مصر، من بيع اراضي مصر، ومن من تهجير للسكان بتوعها، فاتحين حرب اهليه داخليه. انا ما اعرفش ايه السبب، ليه اللي حاصل في مصر ده كله، ليه؟ عشان ايه؟ هل مثلا في مشروعات قوميه مثلا تخدم الشعب؟ لا، ببيع قطع زي ما قلت ده كله يغني على ليلى. طبعا مصر برضه ده كله من علامات القيامه طبعا، ان يفت اهل مصر فت البعير. طبعا احنا لسه يعني نص فته، يعني احنا لسه بقيت تسويه الفته ما استويناش لسه، يا ما هنشوف ايام سودة. يعني كلنا بنطالب برحيل السيسي بشكل سلمي، انا اول المؤيدين يا جماعه، انا ضد المظاهرات زي ما قلت، وضد الخراب اللي ممكن يحصل من المظاهرات. قلت وطلبت الجيش مره واثنين وثلاثه ان هو يتدخل بشكل سلمي لاقاله السيسي، عشان الشعب محتقن وممكن يطلع يبقى فيه تهريج ويبقى فيه خراب وفيه سرقه وفيه نهب، لدرجه ممكن يتعدوا على البيوت نفسها، بيوت الاسر المصريه. فمش هينفع ننتظر للناحيه دي. يعني السيسي ما لا يخرب فيها من شرقها لغربها. يعني سمعنا ان هو طلع قرار بان هو وقف التعامل مع بعض الهيئات السياديه في الدوله، زي مثلا الجيش مثلا او كده، ارضاء لصندوق النقد. طبعا كانت اهم شروطه واولى شروطه ان هو يخرج الجيش من الاقتصاد. طبعا استحاله السيسي هيعملها، استحاله. هو ممكن يجي على الافراد ويجي على الشعب يطحنوا، ارفع الاسعار ماشي، اعوم الجنيه ماشي، ما اعرفش اعمل ايه، ازود الدولار،
كل ده يعمله. ممكن يجي على المستثمرين برضو، مش مشكله، يطفشوا المستثمرين، مصر تخرب، المصانع تتقفل، كل ده برضك هيعمله. لكن يجي عند الجيش، لا، الجيش خط احمر، مش حبا في الجيش عشان يمسكوه من جفاه، يجيبوه هيشيلوه تاني يوم، لان الجيش هو اللي جابه، هو اللي يملك انه يشيله. عشان كده بطالب مره واثنين وعشرة ضروره سرعه تدخل الجيش المصري لانهاء المهزله اللي حاصله في مصر دي. انهاء المهزله اللي حاصله في مصر دي. يعني اصول الدوله اتباعت. اصول الدوله مش هفضل اعيد وازيد كل مره في الكلام ده اهو. يعني سمعنا من كام يوم او لسه اول امبارح ان ما اعرفش شركه نصر للسيارات هتعود تاني للعمل، وطبعا ما تحت الترابيزه طبعا زي اللي كان حاصل ايام حسني مبارك طبعا واولاده، ان هم يمتلكوا نص شركات مصر تحت من ورا الستار كده. طبعا صافي، ما اعرفش صافي نسيب مستشار احمد السيسي زي ما قلت، صافي وهبه اللي هو واخد بنت احمد السيسي اللي ابنه محمد. طبعا ده هو والعرجاني شركاء بنسبه 76% من حصه المصنع بتاع السيارات ده اهو. طبعا والدوله 24%. يعني ديكور بس، يعني ديكور مش اكتر، ديكور مش اكتر. ده كله داخل طبعا في جو بعد طبعا السيسي واسرته طبعا، اللي كان بيقول انا شريف جو وانا نضيف جو وانا ما ضد الواسطه وانا طبعا الكلام اللي الشعب المصري كله هرش وفهم وخلاص واكتشف يعني. برضو طلع يعيط ويقول هستبعد الجيش، استحاله زي ما قلت، استحاله استبعد الجيش، استحاله. عشان كده صندوق النقد الدولي بعد ما كان رئيس الوزراء طلع قال خلال يومين هنحل المشكله خلاص هنعمل الاتفاق النهائي عشان الصفقه الاخيره بتاعه صندوق النقد الدولي. النقد الدولي مشي بدون حل للمشكله، ومش هيدي فلوس تاني، واتمنى ان ما يداش كفايه ديون يعني، اتمنى ان هو ما يديش مصر تاني، لان كل راح هباء. انا بحفر حفره بحط فيها الفلوس واردم عليها، حطيتها في مشروعات وهميه او مش وهميه ما تفيدنيش بشيء، ما فادتش الشعب بشيء. انت عايز تعمل تاريخ لنفسك، والتاريخ للاسف هيتف عليك. التاريخ هيقول لك واحد خرب مصر، زي ما التاريخ بيذكر حاليا لغايه دلوقتي الخديوي سعيد وطبق المكرونه وفرديناند لسبسي والقصه اللي كلنا عارفينها في التاريخ. هيذكرك يا سيسي برضك التاريخ المصري برضك هيتف عليك برضه، هيقول سبب خراب مصر، وهيقول الجاسوس والعميل، سواء كنت جاسوس او مش جاسوس. الفشل الفادح اللي انت مش راضي تعترف بيه، اطلع قول انا مش عايز، خلاص يا جماعه انا كبرت في السن وموت، انا مش طالع تعيط وتشبه نفسك بالنبي وتقول ما اعرفش لا اللي بنته السيده فاطمه. تشبه نفسك بمين؟ تشبه ايه بمين؟ اطلع كده تنازل عن الحكم كده وسيب الدنيا تمشي بشكل سلمي وخلاص، وعفى الله عما سلف، ولو ان الشعب سن السنين. او زي ما قلت الجيش يتدخل حقن الدماء، الجيش يتدخل. كفايه مهزله بقى، كفايه لغايه كده بقى، كفايه لحد كده بقى، كفايانا. وعلى ما اعتقد يعني عاجلا او اجلا اللي حصل في الولايه كده هو بدايه شراره ثوره، بس ربنا يستر من اللي هيحصل بعد كده. وان حته اقاله مين وصديق العمر بتاعه اللي اتشال ده، اللي كان ماسك المخابرات، على ما اعتقد انه هيعمل عليه انقلاب، لان كل خاين لازم لابد اللي يجي يخونه. زي ما عمل انقلاب على رئيسه السيسي، لازم المساعد بتاع عباس كامل هيجي في يوم من الايام وهيخونه. وهتسمعوا حاجات كتيره الايام الجايه، تسريبات وبلاوي سودا وفضايح. سبحان الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الجيش المصري جيشنا العظيم اللي لو فيه لسه شرفاء يتدخل إقالة السيسي في منتهى الهدوء، عشان كفايه البلد خربت لغايه كده حته ما بيجيش فيها بلد. نلحق يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينفخ في صورتنا ونعرف نعمل حاجه بشرفائها. الشرفاء اللي اتجمعوا ايام ثوره يناير من 14 سنه يتجمعوا تاني ويحاولوا يحلوا الازمه اللي احنا فيها دي. ولكن لا يا مصر،